السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وفيديو النهاردة بنتكلم فيه عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية، وعن موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. تلقى مسؤولي النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يخطره بتحديد يوم 29 مارس الجاري موعدا لمباراته أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بحيث تقام مباراة الذهاب بتنزانيا يوم 29 مارس بدار السلام، بينما تقام مباراة العودة على استاد القاهرة أحد يومي 5 أو 6 إبريل المقبل. وعن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بيستعد فريق نادي الزمالك بقيادة مدربه جوزيه جوميز لخوض مباراته في دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية أمام فيوتشر مساء يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، بينما تقام مباراة العودة في 7 إبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.